عايز تتفرج على كوره، روح اتفرج على برشلونه. عايز تتفرج على متعه، روح لبرشلونه. عايز تتفرج على رومنتادا، روح لبرشلونه برضو. عايز تعرف معنى، انا ما فيش حاجه اسمها عندي شخصيه بطل والعب ضربات جزاء واعتمد على ضربه الجزاء واوقع والكلام ده. لا لا، ما فيش حاجه اسمها انا اعتمد على حكم ولا الكلام ده. هي مباراه مدربين، مباراه مدربين. في الشوط الاول برشلونه كان مستوى، يعني انا قلت برشلونه هتشيل ثلاثه في الشوط الاول، وكانت فرصه لاتلتيكو مدريد ان هو يشيل برشلونه ويطلع بثلاث اهداف مش بهدف. طلع بهدف، سجل الهدف الثاني. سيميوني اطمن اكتر، راح منزل مهاجمين، طلع له الفاريز اللي هي خدمه لينا دي طبعا. برشلونه بتلعب لعب خفيف حلو. ما تامنش لبرشلونه. ليه ما تامنش لبرشلونه؟ برشلونه عمل كام ريمونتادا اصلا في دوري الابطال وفي الدوري الاسباني. لما كان في مباراة بنفيكا، ودي أكتر مباراة تعلمك إن برشلونة قوي، مش زي زمايلنا التانيين اللي هم نايمين في الخط ويقول لك إحنا شخصية بطل وإحنا أبطال العالم والكلام ده. لا لا، مش بنعتمد على الكلام ده. أنا ما باخدش بالكلام ده يا حبيبي، أنا مش باخد بالكلام ده. أنا لما بشوف برشلونة بكون متأكد مليون المية، مليون المية إن أنا هعمل ريمونتادا وهفوز. وذلك أهي ماتش برشلونة وأتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد ما تعلمش من الماضي ومش هيتعلم. سيميوني ده مش هيتعلم اصلا. اكتر فريق انا ما بحبوش هو اتلتيكو مدريد والله العظيم. بس اللي انا استغربته ان سيميوني سجل هدفين. لا، قال لك لا انا اطمع اسجل 3 4. سجل 3 4 في مين يا عم؟ في وانت بتلعب معلش يعني مش عايزين نقول اساميهم عشان بيزعلوا. لا، اعتمد على انك حافظ. واللي انا استغربته فعلا ان هو ما دافعش. طب وانت مش يعني ما دافعش في المباراه. فليك عمل 4 تغييرات. سيبك من تغييرة بدري وجافي في الأخيرة دي لأنها مش مؤثرة يعني. عمل 4 تغييرات محترمين. فيران توريس، أنا زعلت لما فيران توريس نزل، دي أنا زعلت فيها. بس جيرار مارتن لما نزل ضم الضم فيران توريس مع ليفاندوفسكي في الهجوم في راس حربة. رافينيا تحول، ساب الشمال وراح لليمين مع مين؟ مع لامين يامال. افضل لاعب في برشلونة في الماتش ده كان مين؟ كان مارتينيز ورافينيا. مارتينيز ورافينيا هو بصراحة كلهم تمام ومية مية. بس انا استمتعت. انت ما استمتعتش، ده حاجة ليك انت، بس انا استمتعت. انا في كل ماتش برشلونة بيلعب فيه انا بستمتع والله العظيم. يعني كورة، يعني يعني حلاوة حلاوة كده وحاجة كده يعني ايه تستمتع بيها يا جدع. انت في ايه يا عم؟ انا بلعب كورة، بعلمك الكورة ياض. انت فايز 2-0 خلاص، دافع وحافظ على كرامتك. واخد لي 4 في اخر الشوط. اخر 4 في حد باخد 4؟ لا، 4-2. 4-2. وجاي لك في الطريق اللي في بالي، جاي لك في الطريق يلي في بالي وما تقلقش، هحصلك. والسنه دي ان شاء الله انا هاخد الدوري الاسباني وهاخد دوري الابطال وهاخد كاس السوبر وهاخد كل حاجه، كل حاجه هاخدها انا منك عشان اعلمك ان انا لما انام فتره تخاف مني في العوده. لما انا لو وقفت على حيلي هعلمك الكره صح، هعلمك الكره صح الصح. هانس فليك عمل لي تغييرات غير دماغي. يعني التغييرات اللي عملها انا بصراحه الدماغ اتغيرت. شفت طريقة اللعب ان هي اتغيرت خالص. وبرشلونة ممتع ممتع. انا استمتعت من لامين يامال، رافينيا، بدري. اللي انا في الشوط الاول بدري انا قلت كان بيلعب ماتش قبل الماتش ده ولا كان نايم في الخط. لكن بدري في الشوط الثاني برشلونة تحول، دخل فيه الهدف الثاني 2-0 على طول. ليفاندوفسكي الهدف 2-1. قلت خلاص المباراة هتتحول وهتتغير عموما. انا اتفاجئت وكلنا اتفاجئنا طبعا يعني من المستوى بتاع سيميوني اللي هو معروف عليه ان هو راجل كئيب وبيحب الدفاع زي يعني زي ابنه كده في الملعب، بيحب الدفاع زي ابنه. عمل الهدفين قال لك بس ده برشلونة سهل، اروح انا اعمل ايه؟ افتح له الملعب واديله في الثلاثة. ما عرفش وما تعلمش ومش هتتعلم. وده تحذير لفرق اوروبا جميعا يا جدعان. لما تفوز على برشلونة ما تأمنش غير لما الحكم يصفر.
وتهيص وتفرفش وتحتفل وتسجف وتعبط بلا عبط.